يبقى افضل. عرضتوها؟ امال انا البلازما اللي قدامي ما فيهاش حاجه خالص، ولا الكاميرات بتروح يمين ولا بتروح شمال ولا شايف حاجه خالص الحقيقه. يبقى انا الحقيقه هنا طب ارجوك يا عظيم اطلع لفاصل سريع ونرجع نشوف قصه البلازما هنا. عظيم. بعيد يا حبيبي بعيد. اسمه ايه؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معلش العطل كان عندي انا هنا، لكن انتوا حضراتكم شفتوا الصوره بالكامل وهنرجع نعرض ونعقب عليها. معايا سياده المحافظ سياده اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا ابو الكباتن. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يعني اعتقد النهارده كان يوم حرج جدا في بورسعيد. ايه اللي وصل الامور للشكل ده يا سياده المحافظ؟ والله احنا كنا واخدين كل الترتيبات الامنيه يا كابتن شوبير، وعارفين ان في ناس جايه بالطريق البري، والحمد لله امناهم من مدخل محافظه بورسعيد لحد ما وصل لهم الاستاد. تمام. المشكله كانت في الجمهور اللي جاي بالسكه الحديد. نزل من محطة القطر، بمجرد ما نزل وانا كنت مجهز لهم الاتوبيسات بتاعت المحافظة تنقلهم من محطة القطر لحد الاستاد. كويس. وقوات الامن موجودة والكلام ده. حضرتك عارف ان في بعض العناصر بقى اللي بدأت بالكلام تطور الى المشاحنات، تطور الى حذف الطوب والازاز والكلام ده. نعم. ففورا كلمني مدير الامن وبعتنا تعزيزات هناك عشان نفصل الجمهورين عن بعض. تمام. ولكن كانوا اهل بورسعيد في التوقيت ده كانوا بيصلوا الجمعه. فلما سمعوا بدات تتوافد اعداد كتيره على المحطه. فبسرعه دخلنا جمهور الاهلي داخل محطه السكه الحديد وركبناهم قطر علشان نحميهم، وفعلا قوات الامن بدات حاميه القطر هناك. وقلنا لا، اذا نزل جمهور الاهلي ودخل مدينه بورسعيد هتحصل مشاكل كتير. نعم. فخدنا القرار ان احنا نرجعهم على القاهره ال 200 300 واحد اللي جايين بالسكه الحديد. نعم. وفعلا حققت اتصال بالسيد رئيس هيئه السكه الحديد وجهزنا القطر وامناه واتحرك على القاهره. اما باقي المشجعين اللي كان جايين بالطريق البري فده مؤمنين تماما وموجودين في الاستاد دلوقتي. طيب يا فندم، بيقولوا انه في بعض ممن كانوا داخل محطه السكه الحديد من جماهير النادي الاهلي رفضت انها تركب القطر واصرت انها تستمر في المحطه عشان تذهب الى الاستاد بعد كده. لا مش حقيقي يا كابتن. غير حقيقي. كويس مع حضرتك. غير حقيقي. نعم. بالمره. وللعلم انا يمكن كلمت الكابتن محمود الخطيب من اول امبارح. كويس. وقلت له يا كابتن احنا عارفين مدى حساسيه هذا الموضوع. نعم. وعندنا يعني كان توفى الكابتن مصعب نور. نعم. حضرتك تعرف. عليه رحمه الله طبعا. قلنا نعمل شيء يعني تأبين ليه، بحيث ان احنا عملنا فعلا بوسترات هنا. التراس الاهلي يشيلوا البوسترات. نعم. وجمهور المصري واللعيبه تنزل بصوره الكابتن الكبير. نعم. فقيد الرياضه المصريه كابتن مصعب نور. ايوه فندم. ويطوفوا بيه الملعب بحيث ان احنا نهدي حاله الاقتحام الاحتقان اللي موجوده. ايوه فندم.
فامبارح بلغوني في اداره النادي الاهلي، قالوا لي لا ده احنا طبعنا بوستر كبير وكتبنا عليه تعازي النادي الاهلي وجماهير الاهلي لجماهير ونادي جماهير بورسعيد والنادي المصري. ممتاز. واتفقنا وخدنا كل الاجراءات ان احنا مامنين الجمهور، مامنين الاستاد، كل شيء. ولكن التصرفات الغير منضبطه بقى اللي يعني بتشحن الناس هي دي اللي كانت سبب ما تم في محطه السكه الحديد. طيب يا فندم، هل انت عارف حضرتك في الاحداث دي بتطلع اشاعات كثيره جدا، هل هناك حالات وفيات؟ لا 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 لا, لا بعد اذن حضرتك، هم نتيجه تحديث الطوب 5 مصابين من الاهالي. نعم. و5 من جنود الشرطه، ودول اتنقلوا المستشفى كلها اصابات سطحيه. هل جماهير النادي الاهلي كلها بخير يا فندم برضه؟ عشان طبعا لا بخير، ودخلوا وانا كنت طبعا عناصر القوات المسلحه اللي هناك وعناصر وزاره الداخليه وعلى اتصال بيهم لحد ما دخلوا المدرج ومؤمنين تماما هناك. هل يعني حد زي ما قال انه تم قطع شريط السكه الحديد، بس حضرتك بتقول ان القطر تحرك الى القاهره، يبقى اذا ما فيش حاجه خالص من دي طبعا. نعم. لا مفيش الكلام ده، دي كلها اشاعات يا كابتن شوبير. ما جميل ان حضرتك اللي بترد، ده مهم قوي. طب هل النادي الاهلي بالفعل طلب انه المباراه تقام بدون جمهور يا فندم؟ لا لا لا، محدش طلب منه. هو اول ما يعني حصلت الاحداث دي لقيت الاخوه الصحفيين بيسالوني المباراه هتتلغي او مش قلت لهم لا تتلغي ليه؟ الغاء المباراه ده معلش ضار بالرياضه المصريه وضار بالامن المصري. نعم. حضرتك عارف ان جميع العالم بيتابعنا ويشوف الحاله الامنيه والكلام ده. قلت لا مش عايزين ناخد قرار متسرع بالغاء المباراه. احنا عندنا الاليات واجراءات التامين بتاعتنا ان شاء الله ننفذها. وفصلنا الجمهور اللي جاي بالسكه الحديد عن ان الاهالي بتوع بورسعيد، وامنا محطه السكه الحديد وجمهور الاهلي اللي راكب في القطر ونتحرك في اتجاه القاهره. طيب فندم، هل بالفعل القوات المسلحه زادت من اعدادها داخل الملعب؟ حسب ما سمعت انه بقت في مدرعات الان حول الملعب. لا، ما هو بعد اذن حضرتك من امبارح واحنا خدنا القرار في عناصر اضافيه جت بورسعيد امبارح من القوات المسلحه. نعم. علشان تشديد اجراءات التامين، وده شيء مطلوب. نعم. ما هوش ده انا بامن الجمهور وبامن اللاعبين. نعم. فكون ان قوات الامن وقوات الشرطه والقوات المسلحه تزيد اعدادها، ده مش شيء ينتقص. لا بالعكس، ده شيء رائع، ده انا بشكركم عليه. لا بالعكس بالظبط كده طبعا. لا بالعكس، ده هايل. يعني اذا كان عندي كلها احنا بنحمي ابنائنا سواء هم جمهور. لا ده مجهود تشكره عليه يا فندم، وتقدير جيد للموقف. واذا كان في نوع من انواع المشاكل يتم احتوائها، ده وارد انه يحدث يا فندم. طب بالظبط كده هسألك بس يا فندم على المباراة، سير المباراة نفسها. يعني هل في تأمين كامل للجمهورين، خاصة ان جماهير النادي الاهلي حسب ما علمت لا يزيد تعدادها الان داخل الملعب على 400 مشجع، وبالتالي هل هيبقى في تأمين لها وبعد المباراة، لانه هذا هو الاهم، كيف ستخرج هذه الجماهير؟ وهو العدد لم يصل الى 400 بعد اذن حضرتك، والعدد تعدى ال 200 بس ما وصلش ل 400 داخل الملعب. الله دول احنا هنأمنهم بعد انتهاء المباراة حتى يعني مغادرة جميع جمهور بورسعيد الى نطاق الاستاد. طيب يا فندم، صحة ما قيل انه جماهير الاهلي اللي كانت جايه بالطريق البري كلها منعت من دخول، لانه الاهلي طبعا لما كان بيروح بورسعيد او الاسماعيليه او عدد جمهوره لا يقل عن 2000 الى 3000 وبيملا مدرجات، وحضرتك النهارده بتقول لي 200، اذا الباقون حتى لو تم منعهم لاجراءات امنيه، هل تم توفير وسيله لمروحهم بشكل امن يا فندم؟ المعلومه دي غير صحيحه يا كابتن شوبير. طب اتفضل يا فندم. لم نمنع احد من جمهور الاهلي جاي بالطريق البري. وكانت هناك من اول حدود المحافظه القوات وزاره الداخليه والقوات المسلحه دخلنا الناس على مجموعات علشان ما يبقاش القول كبير ويصعب اجراءات تامين. الموضوع ده احنا بقالنا 2-3 شغالين فيه، ما بناخدش القرارات عشوائيه. نعم. وكل اللي جاي متوجه من القاهره او من اي مكان وجاي بالطريق البري وصل عند الاستاد. يعني اذا مشجعي السكه الحديد فقط لا غير هم اللي عادوا من جديد الى القاهره. فقط لا غير نتيجه التصرفات الغير منضبطه لما بقول لحضرتك لما نزلوا من المحطه. بس هو بعض الاهالي اللي موجودين فكانت يعني الاستثاره دي هي اللي ادت للاشتباكات اللي حصلت. بس هو ما قيل يا فندم انه الاتوبيسات اللي المحافظه مشكوره كانت موفراها صارت في امان وسلام الا الاتوبيس الاخير، وده تحطم بسبب رشق الحجاره من بعض او قله لا تتجاوز 30 او 40 مشجع من جماهير النادي المصري يا فندم. الاتوبيسات دي ما حدش ركب فيها يا كابتن شوبير. الله. بعد اذن حضرتك. امال ايه؟
لا 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 لا، ده بمجرد ما نزلوا من باب المحطه بدات موضوع التحرشات. فكان من نتيجته بلغني اللي كان مسؤول عن الاتوبيسات، قال لي دلوقتي في اتوبيس الازاز بتاعه اتكسر. الاتوبيسات قلت له طب ادخل في شارع جانبي لحد ما اقيم الموقف. والسيد مدير الامن راح بنفسه، السيد الحكمدار راحوا بنفسهم. نعم. متواجدين في محطه سكه الحديد حتى مغادره القطر. فان كون ان حد ركب اتوبيسات وبدا ضرب الطوب عليهم والكلام ده لا. طيب. معلومه غير صحيحه بالمره. سياده المحافظ تؤكد ان الوضع امن وان المباراه في ميعادها وانه لا توجد مشاكل على الاطلاق وان الامر تحت سيطره سواء من القوات المسلحه او من قوات الشرطه يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله، وندائي للجميع ان احنا يعني نلتزم الانضباط ونلتزم الروح الرياضيه ونشجع الفريقين بكل حب وتقدير ونؤبن الكابتن مسعد نور النهارده ان شاء الله. حضرتك هتكون في الملعب يا فندم؟ ان شاء الله. سياده المحافظ ايه رايك؟ طبعا لازم تكون موجود يا فندم طبعا. شكرا جزيلا. ان شاء الله متواجد في المباراه بمشيئه الله. سياده اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد، اشكرك شكرا جزيلا وارجو ان تكون الامور كلها